مرحبا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رحلة بين السطور. واليوم رح نغوص بمدن الذاكرة وخبايا الروح وبصدى الكلمات اللي بتسكن بكتاب دروب الحرير. بهالكتاب ما بيهم الكاتب يحكي لنا عن الشوارع أو يعدد لنا المعالم، بهمه يحكي لنا شو تعلم من المدن، شو همست بإذنه، وشو حركت بداخله من حنين وأسئلة. دروب الحرير للكاتب والإعلامي والصحفي اللبناني سامي كليب، واللي هو له مسيرة طويلة بالتغطية السياسية والثقافية والنزاعات، وكتب بعدة صحف عربية وأجنبية، وله عدة كتب. بس هالمرة مسك القلم ليروي رحلاته بعين مراقب وقلب متأمل بالرحالة ودروب الحرير. دروب الحرير بينقلنا من مدينة لأخرى، من فرنسا حيث ابتدأ الحلم بالمعرفة. هناك على ضفاف السين سأل نفسه: لماذا لا ننجح مثلهم؟ وهل تكفي الثقافة وحدها لشفاء الذاكرة المثقوبة؟ الجزائر بلد الوجدان النقي، حيث لم تكن الثورة فقط بندقية، بل كانت أغنية حنين لعدالة لم تكتمل. تترستان نموذج مذهل للانسجام بين الإسلام والتطور، علمتنا أن الهوية لا تتناقض مع الحداثة، بل تزهو بجانبها حين تروى السلام. في الصين أرض الحكمة المتراكمة، حيث كل شيء يتحرك بدون عجلة، وكل شيء يبنى وكأنه سيبقى للأبد. العراق وجع الذاكرة العربية بين دمعة جندي وسؤال طفل، وصفها الكاتب ببلاد بين الضلعين. الفحيص بلدة تسير فيها المسيحية والعروبة جنبا إلى جنب. فيها فهم كليب أن الهوية ليست علما يرفع، بل قلبا يحتضن الجميع. موريتانيا أرض الشعر والرمال، حيث البساطة ترتقي إلى مرتبة الفلسفة. صافيطة حنين دافئ يرتفع مع الضباب، مدينة صغيرة لكنها تترك سكينة في النفس. في المغرب فسيفساء من الروح، حيث الصوفية تلتقي بالتكنولوجيا، والهوية تتمايل بين دروب الأندلس ونبض المحيط. أما برلين لم تكن جدارا وانهار، بل ذاكرة تنهض من الرماد، كأن التاريخ فيها اعتذر من نفسه ومضى. في روسيا يذكر لينين كرمز تاريخي لا يمكن تجاهله في فهم تحولات القرن العشرين، لا يتناوله من زاوية أيديولوجية، بل يضعه في سياق الذاكرة الروسية وتأثيرها المستمر في وجدان الشعوب حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. زيورخ رآها كليب مدينة تتقاطع فيها الدقة السويسرية مع الجمال الطبيعي، والثراء الاقتصادي مع الهدوء الفلسفي. بوتسدام تحمل رمزية تاريخية كبيرة، كونها مقرا للملوك البروسيين، ومكان توقيع اتفاقية بوتسدام بعد الحرب العالمية الثانية. ليتأمل كليب كيف ترسم خرائط العالم في غرف مغلقة، بينما الشعوب تنتظر على الأرصفة. لبنان حاضر في كتاب دروب الحرير، ليس فقط كبلد، بل كجذر عميق في وجدان الكاتب سامي كليب. لم يخصص له فصلا منفصلا كما فعل مع بعض المدن، لكنه ظل يعود إليه كمرجعية شعرية وفكرية طوال رحلاته. يصف كليب لبنان بأنه المكتوب بالنار والثلج، في إشارة إلى تناقضاته الحادة بين الجمال والمعاناة وبين الحلم والانهيار. يحمل معه من نشأته اللبنانية ذاكرة الحرب والحنين، والبحث عن وطن لا يزال يشكل في الوجدان أكثر مما يتجلى في الواقع. في كل مدينة يزورها
كان يقارنها بلبنان، كأن الوطن يسافر معه في حقيبة القلب. لبنان في دروب الحرير ليس محطة جغرافية فقط، بل بوصلة داخلية يعود إليها الكاتب كلما ابتعد ليقيس المسافة بين ما هو كائن وما كان يجب أن يكون. وهي كانت رحلتنا بين السطور مع دروب الحرير. اكتشفنا إنه السفر مو بس حقائب ومطارات، بل حوار داخلي ومراية بتعكس ملامحنا اللي منخبيها. ليب ما أعطانا أجوبة نهائية، بس علمنا نحب السؤال ونتأمل ونشوف أبعد من الصور السريعة والحدود الوهمية. وبهيك ونكون ختمنا حلقتنا لليوم، بس بعد الدروب مفتوحة والسطور بتنادينا مع حلقة جديدة بين كلمات بتسافر وأرواح بتتلاقى. وإلى اللقاء.